البنت يعني خولها عمل فيها هيك وجدها بعتقد انا 100% خنقها خنق، ولازم يكون مبين معا بالطبيب الشرعي كمان هيك. لما الرأي العام كله يتكلم عن قضية لين طالب رحمة الله عليها وكلنا قلبنا يوجعنا عليها ونفضل كل يوم نتكلم عن القضية علشان حقها يرجع. انه البنت غسلوها مشان البصمات ما تبين، كل شيء ما يبين، ما تحكوا على التليفونات كتير، معا واحد بالتحري بالدرب من الدولة الكريمة كان مشارك معهم بالجريمة. وفي الآخر نائب مجلس نواب لبناني هو بنفسه اللي بيتستر على الجناه. يبقى لا، لازم نقف ونحط مليون ألف خط أحمر. تورط النائب أحمد أبو الخير المسؤول عن المنطقة اللي عايشة فيها لين طالب من ناحية الأم عشان يغطي على الجريمة دي. البنت غسلوها مشان البصمات ما تبين، كل شيء ما يبين، ما تحكوا على التليفونات كتير. كلنا كنا متضايقين ومستفزين بسبب سير او بطء التحقيقات، وكنا بنطالب باستعجال الكشف عن المتورط الحقيقي في قضية لين طالب رحمة الله عليها. ولكن لما نتفاجأ ان كل ده بيحصل بسبب تدخل نائب مجلس الشعب اللبناني اللي المفروض اصلا بيجيب حقوق الشعب اللبناني، هو بنفسه اللي يتستر على القضيه ويضيع حقوق البنت. هو في بجد انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. طب حضراتكم تتخيلوا ان النائب احمد ابو الخير يجمع كل افراد اسره المجني عليها، وهنا بالتحديد اقصد اسره الام او المتهمين بشكل اساسي في قضيه لين طالب، ويقول لهم او يبلغهم ويلقنهم يقولوا ايه بالظبط في التحقيقات او امام القاضيه سمر ندى نصار. لو الادهى بقى والامر من كده ان هو كمان بيوصل الاطباء الشرعيين علشان خاطر يحاولوا يقولوا للام او يقولوا للجده والجد والخال المتورطين في القضيه يعملوا ايه علشان يخفوا جريمتهم البشعه. طب تعرفوا بقى المصيبه الاكبر؟ ان هدوم وملابس لين طالب اللي غسلتها الام زي ما حضراتكم عارفين كانت بتوجهات. خلونا قبل ما اتكلم مع حضراتكم في اي تفاصيل، واسف جدا على انفعالي طبعا، يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نبدا الكلام. من حوالي 3 ساعات تقريبا وانفرد الاعلامي المحترم المخضرم مستر ترند اسلام ناجي بلقاء ومكالمه مع والد الطفله لين طالب رحمه الله عليها. وطبعا اللقاء ده موجود في قناته الرسميه وفي بعض القنوات الاخرى اللي اخذت اللقاء علشان تنشره وتعرفوا الحقيقه كلها كامله مكمله. خلونا بس قبل ما اتكلم في تفاصيل المكالمه خلونا ناكد مع حضراتكم ان المتهم الرئيسي في الموضوع ده هو الخال، وان ابوه اللي هو الجد ووالدته اللي هي جده واخته اللي هي ام لين طالب رحمه الله عليها كلهم كانوا بيتستروا عليه علشان ما يتفضحش والموضوع يكبر، ولكن ما يعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. نرجع تاني لمرجوعنا ونسمع ونحلل تفاصيل المكالمه اللي حصلت ما بين الاعلامي اسلام ناجي وما بين والد الطفله المقهور المظلوم لين طالب رحمه الله عليه اللي عايزين ياخدوا حقه بعد ما توفت بنته. خلونا نسمع تفاصيل المكالمه ونرجع تاني نتكلم مع حضراتكم. خليني ابدا مع حضرتك كلامي بتوجيه واجب العزاء للمغفور لها باذن الله الطفله لين رحمه الله عليها اللي وجعت قلوب كل الوطن العربي حرفيا ومنتفضين عشان يجيبوا حقها. شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم. بنتي يا أخي العزيز والله عملوا فيها كتير، عملوا فيها كتير وآخر شيء خلينا خنق. لازم أنت وغيرك اللي فيهن خير وكرامة ونخوة لازم يحكوا بهالموضوع، لأنه في آخر شيء مخنوقة خنق يا أختي. صدقني يا أستاذ عمر أنا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا ولا أخشى في الله لومة لائم. ولين رحمة الله عليها زي بنتي وهجيب حقها يعني هجيب. أخي عمر أنا وصلتني معلومات امبارح إن تم توقيف الخال والجد. هل عند حضرتك أي معلومات بخصوص الموضوع ده؟ البنت يعني خولها عمل فيها هيك وجدها بعتقد أنا 100% خنقها خنق. يعني لازم نوجه للقوى الأمنية وللدولة تاخد حقها بالكامل متكمل، لأنه آخر شيء مقتولي قتل، لأنه عناية مفلقين يعني طالعين لبرا. أنا اللي شفتها اللي دفنتها هيك يبين معي يعني، ولازم يكون مبين معا بالطبيب الشرعي كمان. هيك شيء كانوا عم بيستروا وعلى الموضوع وإلى 10 أيام عندهم 9 أيام عم بيستروا على الموضوع وكلهم مشتركين بالجريمة، ومعا واحد بالتحري اسمه أحمد الشويش كمان. هذا بيعرف بالخصوص التفاصيل كلياتها، انه مثلا انه البنت غسلوها مشان البصمات ما تبين، كل شيء ما يبين،
ما تحكوا على التليفونات كتير، معن واحد بالتحرية بالدرب من الدولة الكريمة كان مشارك معهم بالجريمة. تخيلوا يا سادة الكرام ان نائب مجلس الشعب هو اللي يوصي اطباء الطب الشرعي علشان يلقنوا الام او يلقنوا ويعرفوا الاسرة كلها تعمل ايه وتقول ايه امام التحقيقات، وان من الاخر كده الموضوع كله متطبخ ومتفق عليه علشان الام والخال والجد والجدة اثناء التحقيقات يقولوا ايه بالظبط. وده اللي اثر على سرعة التحقيقات، وده اللي خلى القضيه سمر ندى نصار لحد النهارده مش عارفه تاخد قرار في القضيه، لان كل ما تاخد خطوه ايجابيه وتطلع خطوه لقدام يحصل مليون الف حاجه لورا وترجع تاني من اول وجديد، ويحصل بعض التكهنات والموضوع يتشوش تاني بعد ما نوصل للحقيقه، او بعد ما نمسك احد اطراف الخيوط اللي هتوصلنا للجاني مباشره. يحصل كل ده من مين؟ من النائب اللي بيجيب الحقوق، اللي بيجيب حق الشعب اللبناني. هي لين طالب دي مش من لبنان ولا من ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انتوا ازاي بتحاولوا تتستروا على جريمه شنعاء زي دي؟ دي جريمه هزت الوطن العربي كله، دي خلتنا كلنا نغلي واحنا مش في لبنان، واحنا بس مجرد ان احنا بننشر القضيه وبنسمع موقف زي ده. يا اخي حط نفسك مكان الاب، وانا ما احبش ابدا ان انا اقول لك حط نفسك مكانه، ولا انك تشوف بنتك بالمنظر ده. اتق الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انا اسف جدا على انفعالي، ولكن الموضوع بصراحه يخلي الواحد عقله يطير لما يشوف مواقف زي دي تحصل قدامه، والواحد محروق قلبه ودمه علشان يرجع حق الطفله المسكينه دي، ويحاول يرجع حق الوالد واسره الوالد المكلومين دول، ويحصل في الاخر كله ان الموضوع كله متفق عليه ومتطبخ يعني بالبلدي. حاجه اخيره بقى قبل ما انهي الفيديو مع حضراتكم النهارده، حضراتكم عارفين اثناء التحقيقات في البدايه خالص لما كان بيستجوبوا الام وبيسالوها انت ليه غسلتي ملابس بنتك، كان ردها على قضيه التحقيقات ان هي متعوده بصفه مستمره تغسل ملابسها. والجده اللي تسترت على الموضوع وهي بنفسها اللي ما رضتش تودي الطفله لين طالب علشان تستكمل استشفائها في المستشفى علشان ما يتمش فتح امرهم كلهم. الام بنفسها سمعت كلام الطبيب الشرعي اللي قال لها اغسلي هدوم البنت علشان خاطر ما تتفضحوش. حضراتكم متخيلين الكارثه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم؟ انا من هنا بطالب كل السلطات اللبنانيه الشريفه ان هي ترجع حق اختنا وبنتنا الصغيره لين طالب رحمه الله عليها، علشان اي مجرم ايا كان هو مين يفكر مليون الف مره قبل ما يقدم على جريمه زي دي. كلنا ثقه في احكام القضاء العادل اللبناني وفي كل اوطاننا العربيه، وانا عارف طبعا ان في بعض النماذج السيئه بتكون موجوده في كل مكان، ومش هنسكت وهنفضل نطالب بحق لين طالب رحمه الله عليها وكل طفل مغدور او مكلوم. وفي النهايه دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب ونفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. اسف جدا للانفعال المره الاخيره، كان معاكم محمد عوض.